قوله صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكري هذه من اللذات، يعني مو بتمسك سبحه تقول ابى اموت ابى اموت ابى اموت ابى اموت، لا شيء اغنيه دي ربي يوفقها يا محمد. اتفضل. انا دعوت لبنات المسلمين بالازواج وادعو لك انت ايضا بزوجة ثانية ان شاء الله. لا 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 بكفايه واحده. ليش يا اخي؟ الشرع حلل لك 4. لا يا طويل العمر بكفايه واحده، بس الله يعيننا عليه. طيب بارك الله فيك. يا شيخ سعد. الله يحييك، اهلا وسهلا. احبكم في الله، الله يحفظكم. احبك الله واسعدك. تفضل يا جعفر. شيخ انا عندي 3 أسئلة. تفضل. ترى ابيك تقول للشيخ عبد الله احبك لانه يغار شوي. الله يسلمه، وبعد نحبه في الله كذلك. بس كانك مطلعها من غير نفس، ماشي ما انت لا انت متحمس. ابو نعيم هذا فاضل كبير من شيوخ البخاري الكبار، طرق الباب عليه طارق ففتح الباب. لا قبل ما يفتح قال من؟ قال الطارق انا رجل من ذرية ادم. قال اهلا وسهلا، ما ظننت انه بقي من ذرية احد. كذا سمع ابو الفضل بن دكان قال ما اسمه؟ قال مسدد بن مسرهد بن عرندل بن صرندل بن مغربل بن مسلمل. قال هذه رقية العقرب، اذا قريت على الانسان هم ملدوغ بالعقرب. يا اخي خلهم يذكرون الفجر اللي كنا فيه اول. يا اخي ترى كنا قبل 30 سنة ما نلقى 50 سنة ما نلقى صابون تغسل به. كنا ورا الغنم اللي انت خابر انا وابوك وجدك، وش نسوي ذلك الحين؟ كنا طول عمرك القمل داب فينا. صحيح. الله تعالى أغنانا، ما كنا نعرف الشامبو ولا نعرف الصابون ولا نعرف شيء، نكد ونشتغل ونتعب ومروحين. الله تعالى من علينا الآن يا أخي. فإذا رأينا هؤلاء خلنا نتذكر ما نحن فيه من النعمة ونرحمهم. كانوا يجيبون الناس من دول إفريقيا ويجيبونهم من مكة والمدينة ويعلمونهم ايش؟ الدين والعقيدة، ثم يرجع لديرته يصبح ايش؟ يصبح عالم. حشيش أنت، محشش أنت راسك ذا، يصبح عالم. تخيل يجون يدرسونه يرجع. هذا من اللي يقول ماله يستاهل جائزة. تعال الله ينفع بعلمك. تعال. احد المضيفين كان ينظر الي ويقترب ويبتعد، ويبدو انه عرفني وانا ما عرفته، فقال لي انت فلان؟ قلت نعم. يا هلا مرحبا، اي خدمه حبيبي؟ قال انا عندي اكتئاب وعندي ضيق الصدر وعندي ذا، ابغاك تقرا علي رقيه. قلت يا مرحبا ومسهلا، تفضل. اخر الليل واظني قلت له لحظه بس خليني اتوضا، ورحت وتوضأت وجلس هو، انا على مقعدي وجلس، وضع ركبتي على الارض وفتح صدره ووضعت يدي على راسه وبدات انفث عليه واقرا. شويه قام يجهش بالبكاء، يبكي 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 يبكي. وطبعا يكون في الانسان زفرات فلما انتهى تفاجأت إذ مضيفة تأتي وتفتح صدره. قالت الله يجزاك، الله يجزاك يا شيخ، الله تقرا عليه. المشكلة انك لاحظ يعني في هجيع ليل ما في درجة الأفق إلا أنا وحدي، ودخلت المضيفة وحدها، الرجل ذاك راح أثرها ترمقه وتشوف القراءة والبكاء وتهيج عندها الأحزان، فجاءت مباشرة تبي تفتح يعني درعها حتى أقرأ. قلت لا معليش يا بنتي. قالت الله يخليك أنا لابد هذه فرصة. هذا من مناسبة من الطرائف. نقول من الأمور العجيبة أن قديما قبل الدولة السعودية في أيام حكم الإشراف كان أحد السدنة يلبس ما يعرف بالحجاز ستيرية يعني، وفيها جيب ومعه مفتاح الكعبة. عاد مفتاح الكعبة فيه طول، يعني نفرض هذا المفتاح طويل جدا، فهو وضعه هكذا، فنصف المفتاح في الجيب ونصفه ظاهر، والناس تعرف ان هذا من بني شيبة وتعرف ان هذا مفتاح البيت. فأخذ يدعو، فجاء أحد الحجاج قال تدعو ايش تبغى؟ مفتاح الكعبة في جيبك. يعني ماذا تطلب من الله؟ يعني دع الدعاء لنا. طبعا هذا فهم بسيط، كل واحد زعلان جدا من مراته، برغم انها ما قصدت الا خير، راجل فلاح يعني. فالحمار بتاعه مات، دخل زعلان، مالك يا ابو فلان؟ الله الحمار مات. قالت له وماله يا اخوي؟ ده انت دخلتك علينا ب100 حمار. ده كفايه دخلتك علينا. قال لها 100 حمار يا وليه؟ يعني مش